النهارده كان عندي حملة نظافة، قلت مش هفوت اليوم غير لما اعمل لكم فيديو مهم جدا علشان مش موضوع النظافة. طبعا النظافة مهمة في الحمام، بس في حاجة بعض المربين بيعملوها، بينظفوا بيبقوا زي الفل وكل حاجة، لكن بينسوا يطهروا المكان. يعني ايه يطهروا المكان؟ في حاجة اسمها فيروس، في حاجة اسمها بكتيريا وطفيليات وفطريات وجراثيم. الحاجات دي مش مجرد المية والصابون، حتى لو انت غسلت الميه وصابون تقضي عليه، فلازم مطهر قوي علشان يقضلنا على الحاجات دي. طب الحاجات دي مهم ان احنا نقضي عليها، لانها هي السبب الاساسي اللي بتسبب امراض للحمام. وفي بعض تكات كده هقولها لكم. اول حاجه انا بطلع السقايه دي، كل السقايات بغسلها، دي انا غسلاها. طيب بعد ما بياكلوا، نركز في التفاصيل دي، انا بقلب الاكاله. ليه بقلب الاكاله؟ علشان اما يقع مثلا زبل زي كده او فضلات ما تقعش من جوه، احافظ على نظافه الاكاله من جوه. يعني بصوا هنا كان واقف، عارفين بقى، تخيلوا ان دخل هنا، فده هيتلوث. طيب انا هل غسلاهم كده وخلاص؟ لا، ثواني بس، يعني اقول لكم على التفاصيل الصغيره دي لانها هي المهمه. زي ما وريتكم، من الحمد لله عندي الانتاج مستمر. لما وريتكم قبل كده كانت دولت ما كانوش حصوا، الحمد لله محصيين حصويتين. ده فقس اهو، بس فقست واحده، ماليش نصيب في الثانيه. ودوت اللي هم كانوا الصغيرين. حد سالني قال لي ايه ده، هو الحمام بيطلع 3؟ لا يا شباب، اوعى كده يا عم تذكر انت اهو. انا حاطه كنت واحد زياده، يعني الاثنين دول كانوا بتوع قص، وده كان طالع الابيض ده بتاعهم، فكان واحد. فانا قلت واحد لا، والقص ده حنين وقادر ياكل وقادر يزق. في قص تاني لو انا حطيت له ما يقدرش والزغاليل تضعف، فقلت لكم مش اي قص نحط تحتيه 3. طيب علشان ننظف ونعقم، ايه اللي مطلوب مننا؟ مطلوب مننا 3 حاجات اساسيه. مطلوب مننا الفرشه والسكينه، سواء سكينه عاديه او سكينه المعجون، لاننا بنكحت لو انتوا زي حالاتي كده ما عندكمش اضراب. والمفعول السحري ده اللي هنتكلم عليه بطل حلقتنا النهارده. طبعا لو انت عندك السلاكه دي ادراج هتسهل عمليه النظافه جدا، بس لو مش عندك وبتستخدم الورق كده او اي طبقه عشان ما عندكش ادراج، انا بشيل الطبقه دي الاول وبكحت تحتها وفوقيها، وبعمل انفض كده بالفرشه اي رواسب متراكمه، وبعدين ابتدي اطهر. طيب عندك حالتين، نركز بقى في اللي انا هقوله دلوقتي. بالنسبه للمطهرات اللي تقدر تستخدمها، ممكن تحط شويه ديتول وترشرش وتعقم. ممكن تستخدم بيتادين برضو، بتزوده ميه وتبخبخ مكان المكان والسقايات والاكلات بيه. احنا محتاجين حاجه تبقى قاتله للفيروسات والبكتيريا. طيب عندنا في ناس بتستخدم الكلور، بس انا مش بفضله قوي عشان ريحته ممكن لو عندك زغاليل ما يستحملهوش، بس ممكن تضيفه، يعني ما يبقاش مركز بشويه ميه وتطهر بيه المكان. في ناس بتجرب بيود بتطهر بيه، في ناس بتحط جير مطفي تحت طبقه الفرشه. طيب افرض بقى حضرتك عملت كل الحاجات اللي ممكنه المتوفره قصادك، وبعد الشر الحمام عندك اتصاب بجدري او اتصاب بسالمونيلا او اتصاب بروشه او ايا كان، او دمعه عين او ايا كان المرض، وانت منظف ومعقم وكل حاجه، بس المرض مش راضي يسيب الحمام، خاصه الزغاليل، تنظف وتعزل وكل حاجه. في الحاله دي انت محتاج حاجه بطاريه اسمها فيركون اس. الناس، انا عملت فيديو النهارده وفي متابعين سالوني على التفاصيل، هقولها لكم. انا مش بعلن على اي منتج، انا بنقل لكم على تجربتي. والله انتم مجربين البيتادين، الديتول، الحاجات دي ماشيه معاكم، ما عندكمش امراض وبتعملوا وقايه خلاص. بس انا عشان صاب عندي حاله جدري وطلعت في زغلول من الزغاليل تاني، فقلت لا ما بديهاش. سالت على اقرب دكتور او حد مستلزمات بتاعه الطيور، لقيت دكتور بيطري، قلت خلاص هو دوت اللي انا هقدر اجيب منه حاجه كمان تبقى يعني مضمونه. هوقف وارجع لكم تاني. بصوا يا جماعه، ده شكله اهو، حبيبات عامله زي الاريال كده، الرابسو بتاع الغسيل، ليه ريحه
مجرد ان انا بحطه، وهقول لكم انه المقادير بناء عن الدكتور البيطري، يعني مش افتكاسات من عندي يعني، او ده الجرعه المطلوبه، لان احنا ممكن نرش في المكان وممكن نسقي بيه الحمام، فهو امن جدا للحمام، بس نلتزم بالجرعه اللي هقول لكم عليها. دي ازازه لتر. الازازه دي اللتر بياخد 5 جرام. ايه ده؟ طب انا ما عنديش ميزان اوزن 5 جرام. 5 جرام بما يعادل يعني معلقه مليانه صغيره. معلقه الشاي دي املوها وحطوها على اللتر. هتبخبخ في السقايات، في الاكلات، في المكان عندك، في الارضيه امسح بيه. ينفع تنظف وتعقم بيه الشقه. هو يعتبر كانوا بيستخدموه كمان في كورونا، فهو يعتبر مطهر قوي جدا، بس مفعوله سحري، لانه مجرد ان يلمس الفيروس يقضي عليه تمام. سبحان الله. طيب هو المنتج مستورد فغالي شويه، فانا واحده زي يعني عندي كام جزء، ما عنديش انواع زينه غاليه ولا حاجه، فصعب ان انا اجيب كميه كبيره. فانا عملت ايه؟ قلت لعم الدكتور انا عايزه ب20 جنيه، مش فاكره صدقوني، قلت له ب10 ولا ب20 جنيه. اداني يعني بما معدل كده معلقتين، يعني دي معلقه ودي معلقه. طيب اللتر ده انا يعني رحت بقى في النظافه، قلت عشان حاله الجدري اللي كانت عندي فدلقت يعني. طب ده هيترمي؟ لا، ده ممكن تشيله بس في مكان ضله واستخدمه بقى كأنك يعني حاجه بتطهر بيها المكان. فاحنا كده هنستخدم دوت مره تاني، وده برده هنستخدمه على مرتين، فانت يعتبر بيعمل معاك ابو 10 او 20 جنيه، ده 4 مرات. كل مره بتنظف هتبخبخ فيها. طيب دوت ينفع كوقايه، يعني ما عندكش مرض ولا حاجه، هبص مش هتلاقي اي مشاكل ان شاء الله. طيب لو انت الحمام عندك خلاص متصاب، يعني يفضل ان انت ترش مثلا النهارده وتاني يوم تعيد بقى في كل ركن في المكان بخبخ فيه. ده في حاله ان انت جربت كل الطرق الممكنه او كل المطهرات زي ما قلت لك وما نفعتش معاك. طيب نعرف منين ان هو اصلي؟ زي ما قلت لكم هو حبيبات كده، ومجرد ان بيجي في الميه بتلاقيه فور، عمل كده زي فوران، وفي رغوه بتبقى في الاخر، وبيبقى على العلبه نفسه. قول للراجل يوريك العلبه، شكل العلبه بيبقى مكتوب عليها فيركون اس. تمام. طيب هنيجي بقى للجزئيه الثانيه. افرض الحمام عندك خلاص في حاله جدري، في حاله سالمونيلا، وعايز تنظف الحمام من جواه، يعني دي هو بس يعني هو مش علاج، هو مطهر، بس عشان اوضح هو مش بيعالج لك الحمام، هو مضاد للفيروس. يعني لو انت ما عندكش فيروس وفي فيروس داخل على المكان، لا بيهجم لك، فبيحافظ لك على الحمام، لكن مش بيعالج الحمام. طيب احنا قلنا هنحط 5 جرام على اللتر بمعدل معلقه صغيره مليانه ونبخبخ. طب هندي بقى الحمام، هتحط ربع معلقه صغيره على 5 لتر. في ناس بيقول لك حط معلقه صغيره على لتر، انا ماليش دعوه، انا بقول لكم اللي الدكتور قاله لي واللي انا هلتزم بيه، لانه برضو يعني هو حامي شويه، فاحنا مش عايزين نهلك كبد كلى، مش هيأثر، مش الحمام مش هيموت لو شرب جرعه زياده، بس ليه نهلك على المدى البعيد؟ نلتزم بالجرعه. واحنا هنحط معلقه. طب هتقولوا لي ما انا زي حالاتي كده ما عنديش كميه الحمام ديت، وانا حتى سالته قلت له 5 لتر على نص معلقه، طب هودي فين؟ قال لي عادي رشاشي اللي يفيد منك في المكان، لانه هو مفعوله قوي. عارف عامل زي ايه؟ عارف لما اجيب فيه ازازه لتر ازازه خل ب 12 جنيه، وفي ازازه خل برده ب 4 جنيه، ده خل وده خل، بس الخل ب 12 جنيه تركيزه اعلى، فانتوا لو حسبتوه مع غلو سعره لكن تركيزه اقوى، فلو توافر عندك جيبه وانت مغمض عينيك. في تاني حاجه بقى هكلمكم عليها، ده اللي هو تعقيم المكان، اللي هو الحشرات، اللي هو الاكتوموسرين او الافريزين اللي بننظف عليه اي فاش اي سوسه. ده خلينا في حلقه تانية، احنا بنتكلم هنا ننظف. طب ايه تاني؟ اهتموا بالاكل والميه النظيفه والشرب وعقموا، مش هتلاقوا عندكم مشاكل. هنتكلم بقى على الحاجات اللي بتاخر بيض في الحلقات اللي بعد كده، زي مثلا الديدان. يعني الديدان دي لو انت خاصه بتاكل عيش او علف
احنا كبني ادمين ممكن نتصاب بالديدان من تلوث الاكل، فهو ده اللي بيحصل. فمش عايزه ندخل المواضيع في بعضها، بس انا ان شاء الله هعمل لكم سلسله كده مهمه نحافظ على الحمام ونحافظ على الانتاج. يا رب يا رب تستفيدوا منها.